صحفي غير مفهوم الانتقالات في عالم كرة القدم. صحفي خلى المارشي دي ترونسفير يكون اكثر تشويق من الماتشات ديال الكرة بداتهم. صحفي تفوق على كبار قنوات العالم في الحصرية، ثقة واهمية الخبر. الراجل ديال هذه الحلقة هذه هو فابريزيو رومانو، المعروف بعبارة هير وي جو، اللي في تويتر عنده اكثر من 11 مليون فولور وعنده تقريبا نفس العدد في انستغرام. اغلبيه الصحفيين كيماركيو المسيره ديالهم بسبق صحفي واحد ولا بانتقال شي لاعب كبير لشي نادي كيقول هو الاول، ولكن الحاله ديال فابريزيو سبيسيال ديال بصح، حيت مئات في حالات الحالات هذه. فشنو هو سبب نجاح فابريزيو رومانو؟ كيدير ليها؟ علاش ديما كيجيبهم صحاح؟ اهم حاجه كيفاش بدا؟ اللي قلت لكم انا اللاعب ايكاردي هو السبب النجاح ديالو، تيقوني فرجوا في الحلقه كامله. غنحاولوا نجاوبوا على كاع هاد الاسئله، ولكن قبل الاخوان شوف الرجوله الاخوان قووا عليا. الا كان كيعجبكم داكشي اللي كندير، باقا لينا 3500 ابوني باش نوصلوا ل 300 كا. سو عافاكم اللي باقي ما دايرهاش، راه شوف على تحت كاين فيكم اللي باقي عنده حمراء البطونه يهبط ويوريك ويت ابونا باش اليوم ندير بوست ديال 300 كا ما ننساهاش ليكم. اوكي درتيها. قبل ما ندخلوا في الفيديو نخليكم مع السبونسور ديالو اللي هو طاب اللي هي احسن ابليكاسيون كتمكنك من انك تصيفط فلوس من الاوروب للمغرب. عقلوا معايا، من الاوروب للمغرب الا كنتي في الدول اللي غنبين لكم هنايا، اي اسبانيول، الالمان، فرنسا، اغلبيه الدول اللي كيكونوا فيها التلاميذ. اوكي سو انت كاي واحد، انا نعطيكم اكزومبل هنا، صيفط للدار فلوس في دقيقه. بغيتي تصيفط الفلوس لداركم لعشيرك لشي واحد يدير لك شي سيرفيس في المغرب، كتيليشارجي طاب كتكونيكتيها بلا كارت بونكير ديالك، كتصيفط الفلوس كيوصلوا في البلاصه في الثانيه الكاش بلوس، وكيقدر ياخذهم داك الشخص اللي مصيفطهم ليه، وما عندهاش دي فري كونتر لي جازونس الاخرين. يعني كدير كلشي بتليفونك وفي البلاصه، كتبقى احسن خيار ليك. وكاين واحد لوفر دابا سبيسيال اللي هي الا خدمتي برومو كود ديالي فاروق الراسه تكتبها تما، كيزيدوا لك 50 درهم باش تصيفطها مع المونطون ديالك. غنخليكم اللين باش تيليشارجيو طاب لتحت. ما زيدش نطول عليكم، نخليكم على الانترو ونبداو. ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكسالى. فابريزيو رومانو تزاد نهار 21 فبراير من 1993 مدينة نابولي الإيطالية. حاليا هو صحفي مختص بالانتقالات ديال عالم كرة القدم، ومعروف بعبارات كيف ما قلنا هير وي جو، ملي كيتبت شي انتقال وكيأكدوا. من صغره هو عنده الشغف ديال كرة القدم، فهو ابن مدينة نابولي، ولكن كان عنده شغف شويه سبيسيال، فراه ما كانش كيعرف يلعب كرة مزيان واعر، بل كان عنده الشغف ديال يشوف النيوز ويعرفهم ويقولهم لصحابه. داكشي علاش بعمر 18 عام قرر يحل واحد البلوك ببي، ماشي في فلوق بفي، راه هو فلوق. يا الدراري صباح الخير كتعاود حياتك. مي فلوق بي هو واحد سيت ويب فين كتعاود عليه دي زانفورماسيون بريسيز في شي ميدان معين. المهم دار هذا البلوك هذا باش يعاود الاخبار ديال الكره، ماشي ديال الانتقالات بل ديال كلشي. فاش شحال هذه الانتقالات ما كانش عندهم شي اهميه كبيره بحال دابا. عقلوا معايا هادشي في 2010 هو عنده 18 عام. المهم هاد السيت نيت غيثير الانتباه ديال واحد اجون كان كيخدم مع البارسا، طالياني نيت ولد بلادو، فين كان عارف انذاك ان ايكاردي فين كان كيلعب في الفئه الصغرى ديال برشلونه، راه عارف معروفه هادي، قبل ما يولي النجم اللي هو عليه دابا كان غيمشي لسامبدوريا، غيمشي من برشلونه لسامبدوريا الايطالي. وداك لاجون اللي كان عنده كونتاكت مع البارسا شاف البلوغ ديال فابريزيو رومانو ومشى عطاه السبق الصحفي، قال له هاكا هي الاخبار، كنت الاول اللي كيعلن عليها باش الناس يعرفوا. شنو دار فابريزيو؟ مشى كتب بلوغ عليها ولقات نجاح كبير بزاف، ومن تما بدات كتسمع سميت فابريزيو، الامر اللي غيخلي سكاي سبورت تعاقد معاه باش يبدا يخدم معاهم، فين غيسالي اول كونطرا معاهم في 2011 2012 هو عنده 19 عام. الخدمه ديالو مع سكاي سبورت هي اللي داتو الخطوه اخرى، هي انها فتحات ليه بزاف الابواب ديال لي كونتاكت ديال رؤساء النوادي في لي زانترفيو وكذا، لي زاجون، الوكلاء، يعني تو عنده دي كونتاكت في اوروبا كامله في مختلف النوادي الاوروبيه. وفي واحد الفتره كان خدم حتى ريبورتر مع ذا جوارديان اللي زاد كبر الغيزو ديال لي كونتاكت ديالو مع اللعابه، لي زاجون ديالهم، كاع الفئات اللي كتهتم بانتقال شي لاعب. هذه هي البدايه ديالو. كانت عنده سابقه من عند واحد لاجون كان عنده كونتاكت مع البارسا، شاف البلوغ بالطليانيه ديال فابريزيو، هو طلياني، خدا الخبر ديال ان ايكاردي غينتقل لسامدوريا من البارسا، عطاها لفابريزيو، فابريزيو خداها دار عليها بلوغ، لقات نجاح كبير، جات عنده سكاي سبورت، خدم معاهم، بدا كيتعرف على الرؤساء، اللعابه كذا، بداو عنده لي كونتاكت بزاف وفي اوروبا كامله. زيد عليها حتى انه ايكاردي غينتقل من سامبدوريا للانتر، وعاوتاني غيكون عنده هو السبق الصحفي ديال هاد الصفقه هادي اللي دارت واحد البوم ميدياتيك في الطاليان كامله. وشكون هو اول واحد اعلن عليها؟ فابريزيو رومانو. باش تعرفوا ان ايكاردي عنده دور كبير في النجاح ديال فابريزيو، سواء بالانتقال ديالو الاول من البارسا لسامبدوريا ولا الانتقال الثاني من سامبدوريا للانتر. حاليا راه فابريزيو عنده الفولورز اكثر من ايكاردي. كي اللي غيقول لي واه راه كاين بزاف الصحفيين قالوا صفقاتهم من الاولين وما مشهورينش في حالهم، ما فايتين 8 مليون ابوني، هذا عنده 11 مليون. عندكم الصح، كاين جيانلوكا دي مارتشيو، كاين جيرارد روميرو، كاين بزاف الصحفيين مشهورين، ولكن الاغلبيه فيهم كيميلوا لانهم يعطيو الاخبار النادي واحد، وبعض المرات كيغلطوا باش يعطيو داك السبق الصحفي بحال الصحف تماما. وهنا فين فابريزيو رومانو سبيسيال وفريد من نوعه.
فراه ما كيغلطش وكيكون سريع في المعلومه، حيتاش كيدوز نهار كامل بالتليفون. على حسب ما كيقول فراه ما كيقدرش يتصاحب ولا يطابلي شي علاقه غراميه بسبب الخدمه ديالو، فراه هو نهار كامل بالتليفون ما كيعطيش وقت لحاجه اخرى، حتى شي وحده ما قدرت تصاحب معاه. فابريتسيو كيعرف الرؤساء الممثلين ديال النوادي في مختلف النوادي الاوروبيه بفضل العلاقات اللي بناها في هاد 10 سنين الاخرى بخدمته، بواحد التكنيك اللي سبيسيال بزاف على مختلف لي جورناليست كيخليوه هما يعطيو الخبار. فابريتسيو مقيد كاع لي كونتاكت ديالو في اجنده وفي تليفونه اللي كيحتاج بيان سور، وكيعيط لهم ماشي باش يسولهم على شي اخبار ولا على شي ترونسفير، بل كيعيط لهم يسولهم عليهم هما، على عائلاتهم، على واش مرض، يعني كيهتم بهم ولا كيحاول يبين لهم انه مهتم بهم، الامر اللي كيقوي العلاقات ديالو ديال بصح واخا ما كيكونوش الانتقالات ولا والو. كيعيط باش يسول، فراه كيقول كل 10 ايام 2 سيمانات كيعيط على رؤساء النوادي الممثلين كذا، كيقول لهم كي دايرين هادي واخا ما يكونش الصيف ولا الشتاء الانتقالات، باش نهار يحتاجهم يعطيوه هما السبق الصحفي، يقولوا هذا ما كيدويش معنا في الفتره ديال الانتقالات بحال الصحفيين كاملين. وهادشي اللي كيخليه سبيسيال ومقرب من كلشي وعلاقته مزيانه. فراه كل نهار كيدوز اكثر من 100 ابيل مقيدو، هذا سبب من الاسباب اللي كيخليه يعرف الاخبار هو الاول ويعطيو عليه هو. الانتقالات الكرويه ما عمرها ما كانت واخده هذا الاهتمام في التاريخ، بحال شحال هذه كان كيتم العقد وكتعلن عليه الغد ليه في الصحيفه ولا في نفس النهار. بنادم كيكون مصيف حتى كيجي في شهر 9 وكيتصدم بان الفرقه ديالو تبدلات كامله. ولكن دابا بالسوشيال ميديا والبوم ميدياتيك والماركتينغ اللي ولا كتعطى الانتقالات، زيد عليه حتى المبالغ الضخمه، نيمار 222 مليون الى اخره اللي ولات كتعطى، خلات كلشي كيهتم بالفتره الانتقالات وكيكون عندهم داك لا باسيون ليها، بحال لاعبين شي ماتش فهمتي. تقدر تسمع نيمار انتقل بي اس جي تبع اكثر من لا باري لعبه مع بريست. فابريتسيو رومانو عرف هادشي مزيان، داكشي علاش كتلقاه ديما بريزون في السوشيال ميديا. عنده شين يوتيوب فيه 1 مليون سبسكرايبرز كيدير فيها الكونتنت، عنده تويتش كيستريمي فيه، وديما كيبان في لاشين الكبار لا انفيتاو باش ياكد على انه احسن صحافي. زيد على حتى انه حاليا الانتقال ديال شي لعاب ولاو كيعرفوه بزاف الناس، ماشي بحال شحال هادي اللي كان على اللعاب النادي والممثل ديالو. دابا راه كتلقى العائله ديال اللاعب عارفه، العائله ديال الرئيس عارفه، الممثل عارفه، يعني يكفي انك تعرف شي شخص من دوك 20 30 واحد اللي عارفين على الصفقه باش يعطيك الخبر. وهنا فين بارع فابريتسيو، عنده بزاف لي كونتاكت. شوفوا في انستغرام راه مفولو 1700 واحد، ومشى التليفون اش 24 باش ما توصلوا النوتيف يعرفها ويقول واش ينشرها ولا لا. حاليا فابريتسيو عايش في مدينه ميلان الايطاليه، كيقول ان احسن مدينه لخدمته، واهم شعار عنده هو انه يكون عنده الخبر مؤكد وينشرو ما يغلطش، بدلا من انه يكون هو اول واحد كينشرو. داكشي علاش كتلقاه ما كيغلطش، حيت شحال من مره كيكون شي لاعب تاكد انه غينتقل وكل شيء، حتى كيمشي للصحف الطبيه وكيمشي في حاله كيبدل النادي كيتنادم مع الحال. داكشي علاش ماشي هو اللي غتلقاه الاول كيعلن على شي صفقه ولا على شي حاجه، مثلا بقاء مبابي في البي اس جي ماشي هو الاول تلقاه قالها، ولكن ملي كيقولها كتكون وقعات وتاكدات قبل ما يعلن على النادي بداته بشي كونتاكت ديالو. حيت صعيب بزاف تربح الثقه ديال البوبليك وسهل تخسرها بتويت واحد غلط. بعض المرات كيعلن على شي لاعب انتقل لشي نادي وكتكون العائله ديال اللاعب باقا ما عرفاش. بحال واحد النهار قال ان واحد اللاعب انتقل ومرته ما كانتش في خباره، باش تعرفوا النفوذ ديال فابريتسيو داخل النوادي في اوروبا. يعني يقدر اللاعب ما يقولهاش ليه، يمشي عند رئيس النادي يقول عليه، فهمتوا؟ فابريتسيو حاليا هو ابرز صحافي في عالم كره القدم واشهر واحد. يمكن الشهره ديالو كتبوستا في الصيف وفي الشتاء في الانتقالات، مورا كلشي كيانفولويه وتيجي في فتره الانتقالات عاوتاني، ولكن راه كيتفوق على كبار قنوات الاعلام، بين سبورت، سكاي نيوز اللي كنخدم فيها الى اخره. ولكن اي انجاز عظيم ولا شخص واعر كيحتاج للتضحيه. واش انت، هذا سؤال الحلقه، تبغي تكون عندك الحياه ديال فابريتسيو، الشهره كامله، فلوس كامله، ولكن على حساب صحتك وعلى حساب كلشي؟ فراه هو كيدير اكثر من 100 ابل في النهار، كتقدر توصلوا ابل مع 5 الصباح ويفيق راه ميليطاو انتقل لواتزم يمشي يدير عليها تويت، فهمتوا؟ يعني ستريس، ما يقدرش يكون علاقه غراميه، علاقته مع الناس اللي قراب ليه سيغتو متدهوره، واخا كيقول انه هو خدام مع عشرانو. تبغي تكون عندك الحياه باش تكون احسن صحفي في العالم ولا لا؟ ما حنا مهم كجمهور كيجينا الخبر صحيح وكناخذوه. كانت هذه القصه ديال فابريتسيو رومانو اللي الانتقال ديال ايكاردي الاول والثاني بوست ليه الكارير ديال بصح وكان السبب في النجاح ديالو. دابا ايكاردي ما كيلعبش وفابريتسيو اشهر صحفي في العالم وفايتو في الفولورز. ايكاردي عنده شي 7 مليون، فابريتسيو عنده 11 مليون ولا 10. باش تعرفوا ان الدنيا خصك تخدم على راسك. داك اللاعب اللي عطاك السبق الصحفي عليه وليتي مشهور عليه وفايتو. نتمنى يكون الفيديو عجبكم موتيفاكم. كان معكم فاروق لايف، ما تنساوش تابوناو نوصلوا ل 100 كبروج ولا شوف لتحت.